السلام عليكم ان شاء الله. هنتكلم في الفيديو ده عن التحاليل الطبية، الاساسيات، اساسيات غرفة السحب، اساسيات السحب، طريقة السحب، انواع التيوبات، ايه اللي بيحصل عامة في غرفة السحب. مبدئيا اول خطوة لازم تعملها ان انت بتسأل البيشنت اللي عندك انت بتشتكي من ايه، بتاخد منه الهيستوري، ودي خطوة مهمة ما ينفعش ان انت تنساها، تاخد منه الهيستوري. تاني حاجة تبدأ تحضر بقى الأدوات بتاعتك. الأدوات بتاعتك، التيوبات اللي انت هتسحب فيها، السرنجة أو الفاكوتينر، البلاستر والقطنة والتورنيكيه. كل دول حاجات مهمة ما ينفعش ان انت يعني تنسى حاجة فيهم. كمان وانت بتسحب لازم يكون في ايدك السرنجة او فاكوتينر، وفي الايد التانية القطنة. ما ينفعش ان انت تسحب وبعد ما تسحب تجيب القطنة. في ناس يعني فعلا انا شفتهم بيعملوا كده، بعد ما بيسحبوا وخلاص يعني يخلصوا بيروحوا بقى يجيبوا القطنة. يعني اللي هو بجد والله انت شايف المريض عمال ايده بتنزل دم والدم ده بعد كده وهو عمال ينزل ما يروح ايده هتورم وتزرق، وفي ناس كانت بتورم في لحظتها يعني. فعشان تتفادى كل ده حط القطنة اول ما تخرج السرنج على طول، او اول ما تخرج الفاكتينر يعني على طول. التورنيكيه ما يتربطش اكتر من دقيقة. يعني التورنيكيه بيكون فوق المكان اللي انت هتسحب منه بحاجة يعني لا هي قريبة قوي علشان ما تعملش ضغط، ولا هي بعيدة قوي فبرضه يعني اكنك مش رابطه. بيكون قريب من مكان السحب. بتفكه اول ما بيبدأ يظهر معاك دم في السرنجة. يعني ما ينفعش ان انت برضو تفك التورنيكيه بعد ما تشيل السرنجة. يعني انت اول ما تلاقي دم خلاص ظهر معاك في السرنجة شيل التورنيكيه وكمل سحب عادي جدا. بعد كده التيوبات بتاعتك، التيوبات دي ان شاء الله يعني هنتكلم عليها في الفيديو اللي جاي. انواع التيوبات وكل تيوب بسحب فيها كام ملي ودي بسحبها قبل دي ولا لا، كل الكلام ده يعني ان شاء الله هنتكلم عليه في الفيديو اللي جاي. كمان القطنة قبل بقى ما تسحب، يعني قبل اصلا ما تسحب وانت بتعقم، ودي خطوة برضو ناس كتير بينسوها، ان انت اصلا تعقم او ان في معامل يقولك اصلا ما عنديش كحول، ما عنديش كحول عشان اعقم. لا، لازم تعقم، والتعقيم بيبقى من جوه لبره، من جوه الدراع لبره، مش من بره لجوه. وبتسحب يعني في اتجاه واحد، مش بتقعد تعمل خريطة يعني. تاني حاجة دي برضو ملحوظة مهمة، يعني احنا في الفيديو ده هنتكلم على ايه اللي هو الملاحظات اللي هي العامة كده، الجنرال، الحاجات الأساسية البديهية، علشان ان شاء الله في الفيديو اللي جاي بقى نبدأ ندخل بقى يعني. ما ينفعش ان انت تعمل خريطة في دراع المريض. ما ينفعش تقعد تروح بالسرنجة يمين وشمال، شمال ويمين وانت مش لاقي الوريد. ما تدخلش السن في دراع المريض غير وانت متأكد من ان انت لقيت الوريد. الوريد يا اما بتحسه يا اما بيكون محسوس ومتشاف، يا اما بيكون محسوس بس ان هو انت بتقعد تحس وبايدك الشمال كده تقعد تحس الوريد. في حاجة، يعني انا في بداية ما اتدربت، يعني في بداية المجال في الاول خالص ما كنت لسه يعني بتدرب وكده، كان في حد قال لي نصيحة مهمة جدا اللي هو اقعد دور على الوريد ساعة ولا انك تشك المريض 20,000 مرة. وبجد فعلا النصيحة دي مهمة جدا. يعني ما تقعدش تشك المريض مرة مرتين ثلاثة، معلش حط نفسك مكان المريض. انت مش هتحب ان حد يقعد يشكك 50,000 مرة. يعني ما هي الشكة دي بتوجع الناس الكبيرة والله. يعني في ناس فعلا انا يعني بجد كانوا بيعيطوا لمجرد ان هم شافوا الابرة، وناس كبيرة في السن يعني. ما تفتكرش ان دي حاجة سهلة وعادي يعني مش هيتوجع، لا هو بيتوجع، لان انت بتخبط، عمال تخبط في الاعصاب، عمال تخبط في الاعصاب، فبالتالي هو هيتوجع يعني. انت هتحاول مرة واحدة بس، جبت الوريد ولقيت دم الحمد لله وسحبت خلاص، يعني ده توفيق من ربنا. ما لقيتش الوريد اوعى تدخل، يعني اوعى تدخل تاني. خلاص ما لقيتش الوريد ومش عارف تسحب، اوعى تدخل تاني، ولا تقول له هات الدراع التاني، ولا تقول له طب وريني كف ايدك، طب قوم اتمشى، طب اعمل ايدك ما تحاولش. هات حد غيرك، هات حد غيرك يكون واقف معاك في المعمل هو يسحب. لكن انت ما ينفعش ان انت تشك المريض
يعني اكتر من مرة. حرام يعني، حرام عليك فعلا ان انت تقعد تشكه اكتر من مرة وتعذبه معاك. كمان في حاجة بتفرق جدا، ان انت تطمن المريض. يعني في بعض الدكاترة وبعض الاخصائيين يعني اللي هو بيكون مثلا هو جاي مش طايق نفسه ومتضايق فجاي بقى اللي هو بيتعامل مع المريض بقى اللي هو بيبقى مكشر. بصوا، هو المريض عامة، هو يعني في مصر هنا اللي هو كل واحد وهو رايح عند الدكتور نظرتك ليه والرياكشن اللي انت بتاخده، هو خلاص هو بياخده على دي حاجه مسلم بيها. هو مش يعني هو ما يعرفش ان انت مثلا متضايق ولا يعرف ان انت مكشر ليه. فمن فضلك يعني ما تكشرش قدام المريض، حاول تبتسم، حاول تتعامل بلطف، علشان يعني عشان المريض يجيلك تاني. يعني ما هو انت في الاول وفي الاخر انت المتضرر، يعني ان انت تقعد تكشر وتعامل المريض باسلوب مش لطيف. لا، ابتسم، عامل المريض بلطف وبلباقه كده، ويعني حاول تتكلم مع المريض وانت بتاخد منه الهيستوري. حاول تشغله عن فكرة ان هو هيتشك. يعني حاول ان انت تقعد تشغله عن فكرة ان هو هيتشك وان هو هيتوجع. ويعني وفي ناس يعني بيكون مثلا حالتهم مستعصية وكده، فبيكونوا اصلا هم يعني خلاص، يعني هم فعلا يعني خلاص اللي هو ايه مبقاش فارق معاهم. يعني بيكونوا خلاص خدوا 20,000 حقنة قبل كده، فما بيكونش فارق معاهم. فانت حاول يعني ايه تقعد تتكلم معاهم، يعني تخليه يطمن شوية. كمان نقطة مهمة جدا في حالات سحب الأطفال، خصوصا اللي هم لسه مولودين أو اللي هو بيبقى عندهم كام يوم، كام شهر كده يعني. ما ينفعش تسحب له وهو نايم. يعني ما ينفعش تقول أصل هو نايم فأنا هسحب له فمش هيحس. لا، هيقوم من الشكة، ما هي دي شكة فبتوجع يعني. هيقوم من الشكة وهيتألم وهيقعد يعيط ويعني هيتوجع جدا. فلازم لو الطفل قدامك نايم لازم تصحيه. ولو انت حتى لو شخص كبير انت بتتكلم معاه وهو مش مركز معاك مع انت بتعمل ايه، لازم تعرفه قبلها ان انت هتشكه هتسحب منه دلوقتي. يعني لازم تعرفه ان انت خلاص انا وريني دراعك يلا عشان نسحب. ليه بقى؟ لان في ناس، ودي حصلت معايا، انا كنت في مره بسحب لواحده وده كان خطأ مني. يعني كنت بسحب منها وكانت ست كبيره، وعماله يعني باخد منها الهيستوري. طب انتي بتشتكي من ايه؟ المرض ده عندك بقاله قد ايه؟ الكلام اللي احنا عارفينه يعني. فالمهم جايه اشكها وباخد منها الدم، لقيتها اتنفضت. يعني هي ما كانتش واخده بالها وما كانتش مركزه ان انا خلاص هسحب. اتنفضت وكانت فعلا اتعورت يعني. دي كانت من المواقف اللي انا مش ناسياها. فلازم تعرف المريض ان انت هتسحب منه. بعد ما تسحب منه لازم تديله ميعاد استلام مناسب. يعني ما ينفعش ان انت مثلا تديله ميعاد استلام النهارده وانت معلش الجهاز عندك بايظ وهتودي العيان المعمل تاني. ما ينفعش ان انت تقول له استلم بعد ساعه وانت عارف ان التحليل ده ياخد اكتر من ساعه علشان تبان ان انت جامد ومفيش اجمد منك. لا، اديله ميعاد استلام مناسب، علشان في ناس بالذات هنا يعني اللي هو هتلاقيهم بيتخانقوا معاك وانت المفروض خدنا ميعاد استلام كذا ويزعقوا يعني. ودي حصلت بجد كتير اللي هو. فلا، ادي ميعاد استلام مناسب وانت تكون عارف ان انت في الميعاد الفلاني انا خلاص التحليل خلص ومفيش مشكلة عندي، الأجهزة تمام، الشغل تمام، خلاص يا أستاذ أو يا أستاذة هتسلم بكرة مثلا الساعة كذا. خلاص هو عارف ان هو هيجي هياخد الساعة كذا، مش هيحصل أي ديفكت خالص يعني. علشان ما يجيش وتفضل مقعده ساعة مثلا جنبك عشان انت ما طبعتش النتيجة، عشان انت نسيت تعمل. لا يعني حاول ايه ما تورطش نفسك يعني من الاخر. اتمنى ان الفيديو ده يكون خفيف كده ولطيف. حاسه ان كان فيه شويه رغي يعني، بس ان شاء الله يعني ايه يكونوا بفايده. ويعني لو حد استفاد او يعني حس ان الكلام مفيد يعني يعني يدعي بقى لان دعوه حلوه. وان شاء الله باذن الله يعني باذن الله هعمل فيديو تاني نشرح بقى فيه الادوات بقى والشغل بقى، نتعمق بقى في الدنيا يعني ان شاء الله. السلام عليكم.